ما هو ما ينفعش يجي علينا العيد من غير ما نعمل كفتة الرز بربع كيلو لحمة بس، هتعملي أحلى وأطعم كفتة رز طعمها حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير، ربنا يا رب ما يقطع علينا عادة أبدا. تقدري تضاعفي الكمية لو انت حابة. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت عليها 4 فصوص من التوم، يعني بمكعب كده، مكعب صغير من التوم. بصلاية واحدة، معلقة من هريسة الفلفل الأحمر. معايا بقى هنا شبت وكزبرة، وكمان بقدونس نص حزمة من كل واحدة. معايا كوباية واحدة من الرز، ملح وفلفل اسود وشوية من بهارات اللحمة. وكمان حطيت شوية كده صغيرين من الكزبرة. بس كده، دي التوابل اللي انا هستخدمها. في قلب بقى الكبة بتاعة الخلاط، اهم حاجة الرز لو مش مغسول اغسليه قبليها بيوم وسيبيه كده يتهوى على في طبق على رخامة المطبخ، بس بعد ما تصفيه كويس جدا. وابدأي بقى اللي انتي اضربيه في قلب الكبة، هيتفرم معاكي بكل سهولة. ودلوقتي في كمان بيتباع في اي سوبر ماركت رز مكتوب عليه اللي هو مغسول على طول، تشتغلي بيه على طول. والاسهل من ده كله اللي انتي تجيبي دقيق الرز من اي سوبر ماركت واشتغلي بيه على طول. انا هنا فرمته بالشكل دوت كده، بيتضرب بكل سهولة زي ما انتي شايفه. ربع كيلو اللحمة المفرومة هياخد كوباية واحدة من الرز. طبعا لو هتعملي نص كيلو يبقى تحطي كوبايتين، هتعملي مثلا كيلو هتحطي 4 كوبايات، وهكذا بقى. طبعا عايزه اقولك، هي لما تعمل في البيت بتبقى خطيره، طعمها حلو قوي. ومش بس احنا هنعملها بس واسيبك كده، لا، ده احنا هنعملها من الالف للياء، من اولها لاخرها. لو انتي اول مره تتفرجي على هبه، ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. صلي بقى على الرسول وحطي اللايك بتاعك. جبت بقى الكبة العادية، وطبعا تقدري تستبدلي الكبة بالمبشرة، مفيش مشاكل خالص، بس المشكلة هيبقى متعبة شوية. والخلاط مش هينفع خالص، لازم كبة تكون موجودة عندك. نزلت بالبصلاية فرمتها ناعم، نزلت بعد كده بقى بالثوم وكمان هريسة الفلفل الأحمر. يا سلام لو تحطي قرن فلفل مشطشط، الموضوع هيبقى حكاية. هاخد بقى شوية شوية من الخضرة، بس اهم حاجة انا مش عايزة العيدان، عشان العيدان دي كلها هتلف على سكينة المفرمة. فحاولي على قد ما اقدر ما تقدري اللي انتي تجيبي الورق بس. طبعا كتري من الكزبرة، هتعلي التست وهتخلي الطعم حلو قوي. بس حاولي ما تكتريش قوي عشان ما تبقاش لونها خضرة في النهاية. بصي كده، انا لما بحط العيدان بتبدأ اللي هي تلف على السكينة، فتخلي بالك من النقطة دي. كده تمام قوي. فرمنا البصلة مع التوابل، وكمان فرمنا الخضرة كمان. هنزل بقى بالرز تدريجيا حبة حبة، الكبة بتاعتي دي صغيرة، فانا هاخد حبة حبة. لو الكبة عندك كبيرة شوية تقدري بقى تحطي بقى كل المكونات كلها مع بعضيها، وتديها بقى وش اولاني ووش تاني لحد ما تديكي تست عالي قوي. لو عندك مفرمة لحمة هتبقى خطيرة، لو عندك لحمة قطع هتحطيها جوه المفرمة، وتبدأي بقى اللي انت تشتغلي بيها كلها مع بعضيها. انا هنا لقيت اللحمه لسه ما لفتش معايا، علشان خاطر الكبه صغيره. فجبت بقى طبق، وقلت بقى ان انا اخد حبه حبه قطعه لحمه معاها الاول شويه صغيرين من الخضره، بس الف لفه كده اللحمه مع بعضيها. طبعا طريقة الكفتة دي حكاية، دي كفتة رز يا جماعة، بتفكرنا كده بناس جميلة، حلاوتها الأيام دي، فاعمليها وادعيلي والله. ربع كيلو لحمة هتأكلي البيت كله، وطعمها بيكون حلو قوي. الكبة معذباني شوية، لكن النتيجة في الآخر هتبقى حلوة قوي وهترضي عنها. بعد ما ضربت اللحمة بالشكل دوت بقى، هنزل بقى بالتوابل. ممكن تحطي كمان بقى شوية كده من الحبهان البودر، على شوية من اللهم صل على النبي ورق اللورة لو متوفر عندك، براحتك خالص. انا بقى قلت استغنى عن الكبة تماما، بما ان ده اتضرب واللحمة كمان اتضربت بقت معايا تمام. فانا عجنها على ايديا بالطريقة دي كده. طبعا انا هحط بقية الرز بقى، بقية الكوباية بتاعة الرز، وهعجنها كويس جدا لحد ما اتأكد تماما اللي هي بقت خطيرة. انا معايا هنا شوية رز كمان. ما تزوديش الرز عشان ما تحسيش ان طعم الرز هنا كتير قوي او مغطي على طعم اللحمة، لا، هو ربع كيلو اللحمة بياخد كوباية واحدة من الرز.
كده بقت معايا تمام. طبعا عايزه لونها اخضر شويه، تزودي الخضره لو انت حابه. بعد ما عجنتها كويس جدا واتاكدت ان كله اختلط ببعضه، هاخد بقى حبه حبه واروح حطاهم في الكبه. هستنى عليها بقى شويه واحطها في قلب التلاجة، وبعد كده بقى ابدا ان انا اصبعها. صبعيها بالطريقه دي كده. بالمناسبه اللحمه اللي انا استخدمتها دي لحمه عجالي عاديه خالص، مش لحمه جملي. فتقدري تستخدمي اللحمه الجملي او تستخدمي اللحمه العجالي اللي انت عايزاه. شويه زيت بقى وابدأي اللي انت صبعيها، وهتخلصي الكميه بسرعه. بسم الله ما شاء الله، ربع كيلو لحمه، يعني تقريبا كده داخل في نص كيلو وكسور كمان، بعد طبعا ما حطينا الاضافات كلها. عايزه تعمليها بقى صوابع، عايزه تعمليها كور عشان الولاد، براحتك خالص. تنفع فطار ليوم عرفات. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. تنفع أكلة اقتصادية على مدار الشهر، يعني الموضوع حلو قوي. هحمرها بقى في شوية زيت كده بعد ما صبعت الكمية كلها. ما بتاخدش وقت خالص، بتستوي، الملح مظبوط، كل حاجة تمام. زي ما قلتلك لو عايزاها مشطشطة شوية ممكن تحطي قرن فلفل حراق. بصي بقى صباع الكفتة من جوه عامل ازاي، طعمه خطير. يلا حطي اللايك بتاعك. جبت بقى معايا هنا حلة فيها معلقة من السمنة، وخدت مكعب من الثوم. هنعمل بقى الصلصة. شايفين العيال بيسرقوها مني ازاي، واخدين بالكم انتوا؟ اجيال بتسلم اجيال يا جماعة والله. قولولي انت عندكم كده ولا لا. احنا زمان كنا بنعمل كده، فزي ما بقول لكم اجيال بتسلم اجيال. انا بعملها بالثوم مش بالبصل. لو انت عايزه تعمليها بالبصل مفيش مشاكل، كل واحد وعلى حسب ما اتعود او على حسب ما بيحبها. بعد ما التومه اتحمرت معايا شويه، نزلت بقى بصلصه طماطم مضروبه في الخلاط فريش بس متصفيه. وبعد كده نزلت بحبايه واحده من البطاطس. تقدري تحطي 2 لو انت حابه، بس هي حجمها كبير شويه. بعد ما البطاطس استوت معايا بالشكل دوت، هنزل بقى بالايه، بشويه ملح وشويه فلفل اسود، واديها بقى تقليبه. وهنزل بقى بالكفته. اخر حاجة في المرحلة الاخيرة هي الكفتة. بعد ما البطاطس تسوي في المرحلة دي كمان، تقدري اللي انت تسوي البطاطس في الزيت اللي احنا، او تحمري البطاطس في الزيت اللي احنا حمرنا فيه الكفتة. ساعات بعمل كده وساعات بعمل كده يعني. هنا بقى معايا شوية رز بالشعرية، ويا سلام بقى لو عندك ليمون معصفر، الموضوع هيبقى رايح في حتة تانية خالص. او زيتونة، يا لهوي. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. ربنا يا رب ما يجعلكم عادة، ويجعل بيوتكم كلها عمرانة بالخير والإيمان، أمين يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية نكون صحبة على جبل عرفات. قولي أمين يا ست الكل. غرفت بقى الرز بالطريقة ديت. الكفتة بتاخد غلوة بس، يعني غلوة في التانية وبروح طافية النار. ما بستناش عليها، حتى لو باتت هتفضل زي ما هي كده، ولا هتتهري ولا هتفك منك ولا أي حاجة. طعمها بيكون خطير. هستناكي تجربيها بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها، هتبقى طعمها حلو قوي. شوية رز بقى حلوين كده مع صباع كفتة وحديتين بطاطس وشوية دمعة. بصوا انا بحبها قوي يا جماعه والله. وما بحبش اقول صلصه، بحب اقول دمعه، معرفش ليه، مع الكفته بالزيت. يلا كل سنه وانتم طيبين.